في ولاية جيجل تراجع نسبي في منتوج الفراولة هذه السنة، والجديد هذه المرة هو اعتماد الكثير من الفلاحين على المشاطل المحلية، فيما تبين آراء تجار الجملة حول أسعار هذا الموسم، حيث بقي مشكل الري وغلاء الأسمدة يؤرقان كاهل الفلاحين. يقول صالح أميرة. تراجع نسبي في إنتاج الفراولة هذه السنة حسب الفلاحين في ولاية جيجل، غير أن الجديد هذه المرة هو اعتماد الفلاحين على الجذور المحلية. الانتاج راهو اقل على العام اللي فات. وشي هو على العموم الحمد لله تما درنا الانتاج المحلي ماشي تاع الخارج. تما درنا شتله جيجليه كما محليه كما نقولوا. والحمد لله الانتاج كاين وماشي كما العام اللي فات ناقص. في بني معزوز، السوق الوحيد للفراولة بالشرق الجزائري، يستقبل يوميا العشرات من تجار الجملة لعدة ولايات، الذين تبينت آراؤهم حول الأسعار بالرغم من أنها لم تصل سعر البصل. العام هذا بربي ان شاء الله راهو خير كبير جاي. كانت في البدايه شويه ناقصه من الجو. هي تولد كيما الجريوات، شغل في القمر كي يضرب القمر هكذا تولد بزاف وتوفر بزاف. البصلين في 30 ميل حتى الفرز ديبولك طايح شويه ماشي حق كل شيء غالي. إلى ذلك يبقى الفلاحون يسيرون عدة مشاكل بقيت عالقة منذ السنوات الماضية. وش راح نقول لك احنا المشاكل تاعنا في الاراضي في الزراعه في الماء سورتو الماء. الماء هو الاساس تاع الحياه. احنا شكرت على نقري كنا نشريوها ب 400 500 درك راه نشريو فيها ب 1200 من 1200 حتى مليون و600 الشكاره الوحده تاع 25 كيلو. هذا وينتظر حسب الفلاحين أن يعرف السوق تراجعا كبيرا لهذه الفاكهة بعد شهر رمضان، بالنظر إلى المساحات الشاسعة التي تحتلها الفراولة في بلديات القنار وخير ودعجول والجمعة بن حبيبي.